السلام عليكم. اليوم راح نرجع لكم مع عودة جديدة لرجيم مشعل الرمضاني الذي حقق نتائج مذهلة خلال العامين الماضيين من خلال الحصول على نتائج مذهلة خلال اتباعه في الشهر الفضيل. هذه السنة سنة 1437 للهجرة الموافق 2016 ميلادي يعود إليكم رجيم مشعل الرمضاني بنفس الكيفية وبنفس الطريقة، ولكن مع بعض الإضافات البسيطة التي ستحسن من فاعلية هذا الرجيم. رجيم مشعل رمضاني يعتمد أيضا على قاعدة فصل المغذيات اللي أصبحتم تعرفونها وأصبحتم مدركين لها تماما، بحيث أن احنا في كل وجبة نتناول فئة مستقلة بحد ذاتها ولا نخلط النشويات مع البروتينات الحيوانية في نفس الوجبة. إذا خلونا ندخل في جدول الرجيم الرمضاني لكي نسهل عليكم فهم الفكرة. طبعا في مرونة في اختيار الأطباق التي يقدمها رجيم مشعل الرمضاني لهذا العام، ويمكن كل يوم أن نستبدل الخيارات بالأغذية المفضلة لدينا، ولكن أن لا نطلع عن الفكرة الأساسية وهي فصل المغذيات. كيف يبدأ رجيم مشعل الرمضاني؟ يبدأ الرجيم طبعا مع بداية الأذان المغرب، وهنا نقوم بتناول الفاكهة على الريق. نختار أي فاكهة نحبها ونفضلها، نتناولها بأي كمية مفضلة لدينا، أو ممكن أن نتناول التمر بعدد فردي، ممكن من 5 إلى 7 تمرات، أو نتناول عصير الفاكهة الطازج فقط والمعصور يدويا، يعني ما ناخذ العصائر المعلبة ولا العصائر التي تباع في زجاجات أو علب، لأنها مليئة بالمواد الحافظة. وهنا نركز على أن الفاكهة أو عصيرها الطازج يكون طبعا فريش، ويكون مثل ما قلنا طازج فقط وطبيعي. بعد ما نتناول هذه الفاكهة أو هذا العصير أو هذا التمر، طبعا ننتظر من نصف ساعة إلى ساعة. في هذه الأثناء طبعا ممكن أن نؤدي صلاة المغرب ونعود لنبدأ بتناول وجباتنا القادمة التي يحتويها منيو الإفطار. وجبة الإفطار سنبدأ بتناول الحساء. طبعا عندنا خيارات عديدة لأنواع الحساء، وهنا أركز بأن الحساء يكون نباتي فقط، أي لا ندخل معه أي مصدر للبروتينات الحيوانية. ممكن في ناس تحب شوربة العدس، ممكن في ناس تتناول شوربة الخضروات بالشعرية أيضا، ولكن بدون أي مصدر للبروتين الحيواني، من غير أي لحوم. وهناك من يحب أن يتناول الشوفان مثلا مع مصادر نباتية. إذا حتى شوربة شوفان نعملها بطريقة نباتية ونبعد عنها أي مصدر للبروتين الحيواني. وممكن التبديل طبعا يوميا بالشوربة. اليوم بشرب شوربة عدس، وغدا سأتناول شوربة خضروات، واللي بعده شوفان، وإلى ذلك. بعد أن نتناول طبق الحساء هذا ننتظر قليلا ثم نأكل السلطة اللي راح نتناولها أيضا راح تكون بعيدة عن البروتينات الحيوانية. ممكن أن نأخذ سلطة من الخضروات المشكلة، ممكن أن نأخذ الفتوش، ممكن أن نأخذ التبولة. المهم أن سلطتنا تكون ذات مصدر نباتي فقط، وغير مخلوط معها أي مصدر للبروتين الحيواني. يعني ممنوع نحط معها مايونيز، ممنوع نحط معها بيض، ممنوع نحط معها جبن. إذا فهمنا الفكرة بالنسبة للسلطة. نأتي أيضا لطبق من المقبلات. ممكن أن نأخذ بعض المعجنات، ممكن أن نأخذ 3 قطع من السمبوسك، وهنا السمبوسة تكون من مصدر نباتي فقط. يعني ناخذ سمبوسة محشوة مثلا بالبطاطا، ممكن أن نأخذ سمبوسة محشوة بالخضروات، وهنا لا نأخذ أي سمبوسة محشوة بالجبنة أو اللحمة أو أي مصدر للبروتين الحيواني. إذا فهمنا أن وجبة الإفطار هي نباتية تماما مع النشويات، ولا نخلط معها أي مصدر للبروتين الحيواني. بعد أن ننتهي من هذه المقبلات ندخل في الطبق الرئيسي،
وفي الطبق الرئيسي هناك مرونة تامة، بحيث أن احنا يوميا ممكن نغير فيها. ممكن اليوم نأكل الأرز، غدا نأكل الباستا، واللي بعده نأكل خبز، اللي بعده نأكل بطاطا. المهم أن هذه الفئات اللي ذكرناها أو هذه الفئة من النشويات فقط نخلطها مع مصادر نباتية. يعني مثلا الأرز يكون مع مرقة خضروات كالبامية، كمرقة العدس، كمرقة البطاطا، كمرقة الخضروات بجميع أشكالها وأنواعها. وأيضا الباستا، المعكرونة، نأكلها فقط مع مصادر نباتية. وأيضا ممكن نضيف معها الطماطم والمشروم والخضروات وأي مصدر نباتي فقط. إذا تجنبنا هنا البروتينات الحيوانية. وكذلك بالنسبة للخبز، شنو ممكن ناكل مع الخبز؟ أي مصدر نباتي. ممكن في ناس تحب تاكل الحمص بالطحينة، ممكن في ناس تاكل الفول، ممكن في ناس تاكل أي مصدر نباتي فقط، فلافل، اللي هو المهم أنه يكون مصدر نباتي. فهمنا إذن هذه الفكرة. إذن أعتقد بأن هذا المنيو وهذه المجموعة الأطباق الموجودة في وجبة الإفطار شهية ومشبعة للغاية، وراح تخليكم مرتاحين وتريحكم من آلام القولون ومن متاعب الجهاز الهضمي، وراح تلمسون الفرق. لا تخافون من هالكمية، هذه الكمية ستتمثل غذائيا سريعا بدون أي خوف بإذن الله. إذن انتهينا من الوجبة الخاصة بالإفطار. بعد وجبة الإفطار نفضل بأن تأخذوا بعد تناولها مشروب الزنجبيل بالليمون اللي ذكرناه وحقق نتائج مذهلة خلال هذه السنوات في وصفة مشعل بدون رجيم. كيفية إعداد هذا المشروب؟ ببساطة أن احنا نأتي بقطعة صغيرة من الزنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة، ونقوم بوضعها على ماء ساخن، يعني ما نغليهم مع بعض على النار، يكون الماء جاهز ساخن، ونضع هذه الملعقة على كوب الزنجبيل، ومن ثم ننتظر من 5 إلى 10 دقائق، ونضيف عصرة ليمونة للي يحب، طبعا هي اختيارية، ويفضل أن نعصر نصف ليمونة على هذا المشروب، ونتناول هذا المشروب، وسنشعر بعدها بأن المعدة كأنها معدة فاضية أو كأنك لم تأكل أي شيء، وستساعد في هضم الطعام بشكل جميل جدا. بعد ما ننتهي من وجبة الإفطار طبعا راح ننتظر، يعني مو معقول أن راح نخلي يومنا كله أكل في أكل. راح يكون هناك الفترة الواقعة ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، يكون عندنا السناك اليومي. السناك اليومي حقيقة هو سناك مفتوح، سناك المهم أنه لا يتعدى نصف كف اليد. ناخذ في هذه الوجبة نصف كف اليد أي حلويات نفضلها. ممكن في ناس تأكل الجيمات اللي هي لقمة القاضي، في ناس تاكل كنافة، في ناس تاكل بسبوسة، في ناس تاكل شوكولات، في ناس تاكل آيس كريم، في ناس تاكل. المهم أن لا نتجاوز هذا المقدار، بسبب أن هذه الوجبة هي مخلوطة، أي فيها البروتينات والنشويات في نفس الوقت. وهذه السنة استحدثنا حساب خاص لعمل، طبعا عبر الانستغرام، لعمل حلويات على طريقة فصل المغذيات، اسمه مشعل سويتس. ممكن ترجعون له، موجود بالانستغرام. هذا راح يساعدكم كثيرا في عمل أصناف للحلويات تناسب فصل المغذيات. وهنا في حال لو سوينا هذه الحلويات، ممكن بدل ما ناخذ نصف كف اليد ناخذ مقدار كف كامل من اليد، بما أنها مفصولة، أي لم نخلط فيها النشويات مع البروتينات الحيوانية. إذن هذا كان السناك. بعد السناك طبعا هناك فترة تتجاوز يعني أكيد الساعة والساعتين والثلاثة إلى أن نأتي إلى وجبة السحور. وجبة السحور راح تكون العكس تماما، يعني في الإفطار تناولنا وجبة من فئة النشويات، في السحور راح تكون وجبتنا من فئة البروتينات الحيوانية. في ناس راح تاكل أوملت بيض مثلا، في ناس تحب الجبنة مع الخضروات والسلطات، في ناس تحب تأكل مثلا سلطة تونة، في ناس تحب تأكل الزبادي، في ناس تحب تأكل الدجاج، في ناس تحب تأكل السمك، اللحوم، الروبيان.
المهم أن وجبة البروتينات الحيوانية هذه لا نضيف لها أي مصدر للنشويات كالخبز أو الأرز أو البطاطا أو المعكرونة مثل ما قلنا في وجبة الإفطار. إذن تكون العملية عكسية تماما. فهمنا الفكرة. وهناك خيارات عديدة ممكن تحصلون عليها من حساب بالإنستغرام مشعل دايت، فيها خيارات لوجبات من فئة البروتينات الحيوانية. إذن بعد ما ننتهي من وجبة العشاء الخاصة، عفوا وجبة السحور الخاصة بالبروتينات الحيوانية، هنا نأخذ أيضا مشروب الزنجبيل اللي قلنا عنه في وجبة الإفطار، ونأخذه أيضا من بعد وجبة السحور بمقدار كأس من الزنجبيل. صدقوني هذا النظام سهل ومرن وسلس، وبنفس الوقت راح تلمسون نتائج مذهلة على مدار الشهر. راح تنزلون وتنزل أوزانكم بمقدار اللي يمكن ما يتبع الرياضة بشكل منتظم ممكن أنه ينزل 7 كيلوغرامات. في ناس نزلت السنة اللي طافت 25 كيلوغرام، وكانت هذه أعجوبة بالنسبة لي. احنا ما نبي الجسم طبعا ينزل بهذه الطريقة، ولكن الأكل كله صحي، ومو ذنبنا أن الوزن قاعد ينزل بهذه الطريقة. وفي كل عناصر الغذاء متوفرة في هذا الجدول من جميع مصادر الهرم الغذائي، ولكن كانوا يلعبون رياضة بشكل عنيف، وكانوا طبعا يروحون الأندية، وكانوا يعملون. احنا اللي نطلبه منكم المشي. نبيكم تمشون ساعة باليوم في شهر رمضان، من نصف ساعة إلى ساعة قدر الإمكان، وفي أي وقت يناسبكم خلال أيام الشهر الفضيل. إذن كان الرجيم سهل وبنفس الوقت جميل وما في حرمان. هذه النقطة يا أخواني، بأن الرجيم هذا ما في أي شعور بالحرمان. أكلتوا الحلويات والنشويات والبروتينات الحيوانية والفواكه والخضروات، جميع مصادر النظام الغذائي أو الهرم الغذائي دون أدنى شعور بالحرمان. إذن هذه كانت طريقتنا في رجيم مشعل الرمضاني لهذه السنة. أتمنى لكم كل التوفيق، أتمنى لكم الصحة الدائمة، وأكيد متابعتنا راح تكون يوميا في شهر رمضان عبر حسابنا في الانستغرام مشعل دايت. هذا هو الحساب اللي نتواصل عليه دائما منذ سنوات طويلة، وراح تكون في نتائجكم، راح تكون في أسئلتكم، وراح نتبع من خلاله جميع الإرشادات والنصائح اللي راح نزودكم فيها أولا بأول. كما أن هناك حسابنا عبر الانستغرام اللي اسمه رمضان دايت، هذا الحساب عمره 2 سنين، للسنة الثالثة راح يكون أيضا منشور في نتائجكم والجروب الشهري اللي تعودنا كل سنة نعمله من خلاله. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى هذه السنة بأن يأتينا رمضان بكل خير ومحبة، وأن يسود السلام عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، وأن نفرح دائما في أمتنا العربية والإسلامية بالخير والسلام والصفاء. لأن صراحة ملينا من الأحداث المأساوية اللي قاعدين نشهدها. نبي نحس ونشعر بالراحة والطمأنينة اللي نتمنى أن الله مع شهر رمضان راح يوفرها لنا ويسعدنا جميعا. ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وعساكم من عواده، وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء.